مش عاجبني. مش عاجبك ايه؟ الكورة هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا. دي بقى عبارة برضو من العبارات اللي بتتقال كتير قوي، ليها موقفين عادة بيتقالوا فيها بعد الانتصارات الكروية اللي بتفرحنا كلنا، فبنفرح فرحة مبالغ فيها ونقول يا ده الكورة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا. أو لو جيت بقى تواجه حد متعصب بشدة للكورة وحاططها في أولوية فوق كل الأولويات الأخرى في حياته، وتقول له يعني اهدى شوية، فيقول لك كده كجملة دفاعية عشان تسكتك، يعني ده الكورة هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا، يعني ما توجعلناش دماغنا بقى وكده يعني. أنا شايف إن العبارة دي عبارة حزينة جدا، ولو فكرنا فيها شوية كده هنلاقيها مؤلمة قوي، إنه تبقى الفرحة الوحيدة في حياتنا هي فرحة ماتش كورة. أنت متعصب؟ ممكن كنت في فترة من فتراتي متعصب، مم. بس انت في حتة قلتها في الاول، قلت ان هو لما حد يقول ان هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني، دي فعلا حاجة مؤلمة جدا. ان هو لو فعلا ده حقيقي، مش كلمة مجازية الناس بتقولها، مم. وفعلا انت حياتك كلها صعبة جدا، دي مم. الحاجة الوحيدة اللي بتفرحك، لا أنا المفروض اوقف بقى الحاجة دي وابتدي اشوف المشاكل اللي عندي احلها. أكيد لو عندي في حاجات أولى طبعًا. لو أنا عندي مشكلة في الشغل، عندي مشكلة مع أولادي ومتضايق أوي والعملية صعبة أوي، لأ خلاص بلاها كورة. المفروض أنا ما تبقاش الحاجة الوحيدة اللي بتفرّحني، دي حاجة بافرح بيها مع أولادي، بافرح بيها مع أصدقائي، إمم. وتوصل هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرّحك. الحاجة الوحيدة. ما تشوف الحاجات التانية، ضبّط حياتك كلّها، كل حاجاتك تبقى فرحة، حتى لو بتزعل في الكورة تبقى فرحان بقية حياتك. إمم. أنا حاجة بتقعد 90 دقيقة بالنسبة اللي بيتفرّجوا على الكورة تفضل مفرّحاك، وهتفرّحك إمتى؟ إمم. هل هتفضل فرحان بعد ال90 دقيقة دي؟ ما هييجي لك ماتش تاني هتخسر فيه، تفضل زعلان عليه قد إيه؟ الرياضة المفروض فيها فوز وهزيمة آه، يعني صحيح. طيب رجوعًا للتعصُّب، هو بالتالي التعصُّب الفترة دي اللي مخلّينا النهارده بنتناقش في الموضوع ده، إن هو راح في مستويات صعبة أوي. ما طبعًا هو أنت بتشوفها، يا ريت التعصب ده مثلًا إيه، كنوع من، يعني الناس بتوصّلها إن هو ده انتماء، بس هو يا ريته انتماء بس، إمم. انتماء واساعد الفرقة اللي باحبها واعمل لها حاجات أو اتفرّج أو اروح الماتش وتبقى خروجة ظريفة للأسرة، تبقى نوع من الترفيه، يبقى يوم الأجازة. إمم. لكن لأ، دي بقت فيها شتايم. إمم. ما ينفعش، يعني حتى دايمًا تلاقي الناس تقول لك ما تنفعش تاخد أسرتك، أولاد صغيرين أو الزوجة أو الملعب. إمم. يعني دي هتسمع آه، ما لا يعني. يا أحمد عقباه. ففعلًا يبقى دي كده طلعنا برّه الانتماء وحُب الفريق إلى التعصب. حكاية الشتايم اللي في المُدرّج دي، أعتقد يعني أضيف ليها بقى دلوقتي إنه الشتايم خرجت برّه المُدرّج، يعني زمان كان الماتش آآ ال ال ممكن يحصل فيه التعصُّب موجود طول عمره يعني، يعني ممكن يحصل تعصُّب في المُدرّجات، في هتافات مش ظريفة، الحاجات دي كلّها، وال90 دقيقة بيخلصوا وخلاص كل واحد بقى بيروّح بيته، أقصى حاجة هتفضل تعمل كده شوية حوارات مع صاحبك مش عارف إيه بتاع وخلصت، لكن دلوقتي الشتايم دي بتتنقل لمواقع التواصل الاجتماعي كلّها و24 ساعة في اليوم. فعلًا أنت كنت في الأول، هو المواقف اللي حصلت جوّه الماتش نتكلّم عليها بعد الماتش، نقعد نقابل صحابنا، شُفت الكورة دلوقتي أنت أولًا الإعلام يفضل قاعد لك قبل المباراة ساعتين وبعد المباراة بساعتين، إمم. وتحليل تاني واستوديوهات تانية، وتتفرّج على أكتر من تحليل، إمم. وكلّه قاعد بيبرز الحاجات اللي هي تخلّيك تقعد تتكلّم، مش النهارده بس وقت الماتش ولا وقت التحليل. إمم. ما هي الحاجات دي بتتاخد مقاطع وبتتحط على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس تقعد تتفرّج عليها يوم والتاني، ويحصل عليها جدل ويبقى فيها قيل وقال وشتايم بقى إيه، يعني يا ريت التعصُّب مثلًا بيبقى كلمة بتتقال، لأ ده بتبقى شتايم ورايحة وجاية، وممكن إمم. يبقى المقطع ده هو مثلًا بقى له سَنة يعني. ما هو أول ما الحالة يحصل حاجة مشابهة ليها تلاقيه رجع تاني وطلع تاني إمم، على السطح والناس تفضل رايحة جاية إمم، فيها. هي يعني دي نقطة طبعًا برضه بقت فكرة إنه ال المشاحنات أو الشتايم أو الحاجات دي كلّها ما بقتش متوقفة على مدة زمنية وبتخلص، إمم. هي مستمرة، الحقيقة في ناس كتير يعني بتتغذى وتترعرع على إنه الموضوع ده يفضل مشتعل، على رأسهم طبعًا كل البرامج الإعلامية اللي هي قايمة على ده، يعني هي قايمة على الحكاية دي.
كمان ده ساعات بيروح رايح بقى للناس القريبين من بعض، يعني أصحاب تبتدي علاقاتهم تتدهور أو قرايب أو عشان كل واحد عنده انتماء لنادي مختلف عن التاني. هو يُعقل الكلام ده؟ يعني هي مش المفروض إن في الآخر دي مادة للترفيه والمتعة وبس؟ يا ريتها بتُقف، يعني أنت فعلًا كنت في الأول بتبقى إيه، بين جمهور وجمهور، تبتدي تخُش كل شوية تخُش في العلاقات لغاية أمّا تلاقي زوج وزوجة. لو إمم. في انتماء مختلف بتلاقي في مشاكل، ما بيتفرّجوش على الماتش مع بعض، بيبقى في لو الفرقة بتاعة زوج خسرت بيبقى في مشاكل في البيت وهي خايفة، يعني يعني في ساعات بتبقى يعني أمل الزوجة إن هي يطلع تعادل، عش لكن في مشاكل حتى يا ريت إن إحنا مثلًا بعد ما نتفرّج على الماتش بنطلع بالمباراة بعد ما نتفرّج عليها بنطلع مثلًا بإيه، بمشكلة أو في حاجة حصلت، لأ هو ولا بيبقى في كورة إمم. ولا بيبقى في لعب، وبيبقى في تحليلات كتير أوي لحاجات ما لهاش علاقة بالرياضة نفسها. إمم. دي برضه نقطة تانية، إن دلوقتي تحليل المباريات ما بقاش بيتكلّم في الكورة، خاصةً إن إحنا ما عندناش كورة أصلًا، يعني عشان برضه نكون يعني آه، واضحين، إحنا ما عندناش كورة أساسًا، فبالتالي التحليلات كلّها بتروح بقى في حاجات تانية، بتروح في سلوكيات وبتروح في اللعيب ده قال إيه والمدرب ده كان يقصد إيه وده اتّك له على السين والحاجات دي كلّها، يعني رُحنا في حتّة ما لهاش علاقة بالكورة تمامًا، وده أنا شايف هي دي الحاجة الوحيدة الواقعية في الموضوع أو المنطقية، لإنه إحنا لو ما بنقارن نفسنا بالكورة، صناعة كرة القدم في الدول المتطورة في المجال ده، بنلاقينا بنلعب حاجة تانية خالص، شيء مختلف يعني. الكورة اللي هي أصلًا المفروض زي ما اتفقنا كده إنها تبقى رياضة للترفيه، نرفّه بيها شوية ونفرح أو نزعل على قد الماتش، لأ ده هي كمان بقت حرب، يعني بتحصل حروب ما بين الناس وبعضها بسبب الكورة. إيه السر في إنه ده التحوّل ده، إيه سببه، إيه اللي وراه، يعني إيه اللي يخلّي الواحد يحارب الدنيا كلّها عشان خاطر فريق كورة؟ هي كلمة حرب دي ممكن أي حد يسمعها يقول لك إيه يا عم مش لدرجة حرب، لكن هو فعلًا سنة 69 كان في حرب بين هندوراس وسلفادور، حركة حرب جيوش يعني بلدين، بلدين بيحاربوا بلدين بعض. بيحاربوا بعض، السبب الأصلي ماتش كورة. مباراة كورة. ف يعني هي مش كلمة فيها مبالغة أو لا، لأ مش خالص، صيغة مبالغة خالص، لأ هي خالص، حرب. فدي لازم ناخد بالنا منها، يعني هل أنا الترفيه ده أهو يعني الترفيه ده أنا أعرف إن دايمًا بنقولها أنت ممكن ترفّه عن نفسك بعد ما اشتغلت وتعبت، إمم. لكن إحنا وصل لمرحلة إن الترفيه بتاعنا غطى على الشغل، إمم. الناس بتيجي تاني يوم المباراة بيقعدوا يتكلموا في المباراة طول اليوم ما بيشتغلوش، إمم. وطبعًا المباراة دي بتخلص بتيجي مباراة تانية، بتيجي مباراة حتى من كتر التعصب بقينا في ناس متعصبة لدوريات برّه. إمم. فتلاقي اللي بيشجّع فرقة في دوري أسباني، في دوري إنجليزي، بييجي يتكلّم إن هي خسرت وإن هي أحسن كسبت. يبقى في فاصل والّا حاجة لازم أملاه آه، يعني بحاجة لأ لازم لكن أنت الأولى إن أنت تبقى مركّز في شغلك، بعد ما تعبت من الشغل ممكن ترفّه عن نَفْسك بأي وسيلة ترفيه مشروع. إمم. إمم. يعني هو الانتماء لأي شيء أكيد جميل يعني إن الواحد يبقى منتمي لحاجة، بس إنه الانتماء يصل إلى حد إن هي تبقى يعني هويتي الشخصية اللي هي أنا، ده أنا، النادي ده أنا. لأ، ده وصل في إن أدّي له عمري وبرضه قليل. أدّي له عمري وبرضه قليل وعمري ما أحب زيّه حتى لو مين، يعني هي الفكرة إنه ليه أوصل ده أنا كده وصلت لحد التأليه والعياذ بالله يعني. آه. هي دي فكرة إن أنا أضحّي بعمري هل أنت بتضحّي بعمرك عشان شغلك، عشان أولادك، عشان حياتك تتحسّن؟ لأ، إمم. طَب إمم. بتضحّي عشان فريق على استعداد و تضحي وعلى استعداد ما ت ما ما إنه إنك خلاص قررت إن أنت مش هتحب حد تاني في الدنيا غير إمم. النادي بتاعه. ولو كان ليها منطق زمان أيام ما كان ما فيش الاحتراف اللي هو إحنا مطبّقينه في أسوأ صوره طبعًا، إمم. ما كانش في احتراف، كان اللعيب ما ينفعش يتنقل من فريق للفريق المنافس أبدًا، إمم. اللي بيلعب في فريق بيفضل فريق، وكانت حتى بتشوف منافسة قريبة شوية، إمم. لكن دلوقتي خلاص هم الفرق الكبيرة اللي معاها إمكانيات تقدر تشتري لعيبة وخلاص، اللعيب اللي أنت كنت بتشتمه عشان في فريق منافس بقى في الفريق بتاعكم وهتحبه وهتغني له آه، وهترقص. دي برضه نقطة مهمة يعني محتاج أي حد متعصب ومسمي نفسه منتمي انتماء شديد وكده إنه يفكر شوية إنه الوضع اختلف، يعني يمكن زمان فعلًا يمكن برضه هي يعني اهم. يمكن
كان في شوية انتماء حقيقيين، إن اللعيب منتمي للمكان اللي هو نشأ فيه وكبر فيه والكلام ده كله. النهارده الموضوع بقى شغل بحت. هو كان زمان حتى يمكن من تعصُّب الجمهور ما كانوش بيقبلوا إن لعيب من فرقة منافسة ييجي عندهم، إمم، دلوقتي خلاص بقى في ظِل الفلوس هي اللي بتتكلّم، إمم، خلاص أنت اللعيب بيبقى بيلعب هنا ممكن تاني يوم تلاقيه في الفريق التاني، اللي هو لازم المتعصِّب ده يبُص بَصّة أعم وأشمل من بعيد كده يشوف الدنيا ماشية إزاي، الدنيا ما فيهاش الانتماء اللي أنت رامي نَفْسك فيه ده. لأ هي آه. مش كده خالص، هي بقت وظيفة زي الوظيفة اللي أنت بتشتغلها. يعني ما أنت لو جالك عرض من شركة تانية إمم، أعلى شوية، هتقول لأ أنا منتمي للشركة دي إمم، غالبًا، يعني بنسبة كبيرة أكيد في ناس عاطفية شوية ممكن يبقى إمم، منتمي لمكانه، بس بالمنطق والعقل أنت بتحاول تحسّن إمم، مستواك، هتروح للعرض التاني. إمم، هيتقال عليك ساعتها خاين لأ، للشركة، لأ، اخترت إمم. اخترت مستقبلك يعني. هي بقت تجارة، بقت بنسبة كبيرة أوي تجارة، الفريق اللي بيقدر يجيب نجوم أكتر، بيدفع فلوس أكتر، هو اللي لإن هو بشكل عام أصبحت صناعة فيها ربح. الفرقة اللي بتكسب ب ب بتدخل مسابقات ليها جوايز إمم، مالية، ليها إعلانات، هي الموضوع أصبح إمم، مش مجرد لعبة للترفيه أو حاجة. إمم، دي في اقتصادات دول بتقوم إمم. على لعبة كرة القدم دلوقتي يعني. لأ، وباشوفها برّه هم منفذينها بطريقة أحسن، يعني دايمًا كنا نقول لك إيه ده اللعيب ده اتباع بملايين، بس بعد كده يقول لك لأ، أصل الفريق اللي اتعاقد معاه ده عامل شروط إيه، إن هو في الدعاية هياخد نسبة كذا، التيشيرتات أو القمصان بتاعة الفريق لمّا تتباع عليها الرقم بتاعه واسمه هتتباع بكذا، إمم. هم مغطيين المبلغ ده في منهج محترم. هيرجع للنادي، هم مش بيصرفوا بس. إمم، إمم، أنا مش هاقعد أصرف، هو أنا باصرف ليه؟ طب هو أنا باصرف من غير ما ييجي لي عائد؟ إمم، وعارف إن هييجي لي جمهور قد إيه، وعارف إن هيبيع قمصان بقد إيه، كل شيء مدروس، إمم، لكن إحنا هنا بنصرف بس وممكن بنعمل عبء على الدولة، طب إحنا عاوزين يعني نفرّح الناس بقى اللي هي ما فيش حاجة غيرها تفرّحني، دي الكورة دي لأ، عاوزين كل حاجة تفرّحهم حتى لو زعل في الكورة. ويا ريت كان زمان بيبقى مثلًا قوة المنافسة في الدوري بتأثّر مثلًا منتخبنا بيبقى قوي، لأ دلوقتي لأ، إمم، أنت المنتخب لو ما عندكش محترفين كتير مش هتوصل خلاص يبقى نهتم بالصحة أكتر، إمم، إن إحنا إمم، نطلّع لعيبة تحترف برّه ونبعد عن التعصب هنا ويبقى فعلًا للترفيه، إمم. نخلّيه دوري للترفيه. طيب إحنا لو رجعنا يعني للأصل، الرياضة المفروض إنها آآ لو أنا هاتفرّج عليها تبقى موضوع ترفيهي، وطبعًا لو أنا بامارسها ده هيبقى موضوع يعني مفيد ليّا صحيًا. الأهداف بقى الحقيقية بتاعة الرياضة دي متهيأ لي راحت خالص في حتّة تانية يعني. ما هي حتّة واحد يقول لك أنا رجل رياضي، رياضي بتعمل إيه؟ باتفرّج على كورة. باتفرّج كويس جدًا. أنت بتعمل إيه بقى؟ يعني إمم، أنت رياضي والاقيك عندك سِمنة مُفرطة وعندك مشاكل في الصحة، طَب أنت مش رياضي، لأ أنت بتتابع رياضة، إمم، أنت قاعد بتتفرّج على ماتش والتحليل بتاعه قبليه وبعديه، وقاعد بتاكل أكل مش صحّي، فأنت ما عملتش رياضة، لأ روح إمم، مارس رياضة أحسن لك، إمم، إمم. هتدّيك طاقة هتفرّحك أكتر من كده وهتأثّر على صحتك وهتاكل أكل صحّي. وحالتك النفسية آه، وكلّه، ده لك ده ده لو إمم. الرياضة راحت بقى في آه، أهدافها الحقيقية. لكن باتابع رياضة بقى، وكمان باتابعها مش عشان هي تبقى نوع من الترفيه بعد تعب شغل، بعد إنجاز معيّن عملته، لأ إمم، يبقى أنت في مشكلة بقى، يبقى أنا إمم. قاعد باتفرّج، باتعصّب، بألفاظ بتتقال مش كويسة، وباحضّر التحفيل. هاحفّل إزاي دي بُكرة بقت على يعني هي دي برضه نقطة تانية، إنه برضه كل اللي بيقولوا إنه الموضوع فيه انتماء وكده، أنا بقيت باحس إنه هو مش انتماء للفرقة. يعني أنت بتتمنى هزيمة المنافس أكتر من إن أنت تتمنى فوز فرقتك، لإن هو ده اللي بيخلّيك بيفتح لك مجال أكتر للتحفيل. ما هو فعلًا بقى تحس إن كل فريق حتى كل جمهور يعني بيوصم الجمهور اللي قدّامه بيقول له أنت متابعني أكتر ما متابع فرقتك، إمم، يعني بقى دي يعني كل جمهور بيقول إمم، الجمهور التاني نفس الكلام، إمم، أنت اهتم بفرقتك، إمم، طب إمم، ما وهو بيقول لك نفس الكلام، يبقى إمم، في مشكلة، أنا مش باتابع بقى فرقتي وأصل أنت حتى متابعتك هتعمل إيه؟ مش هتقدر تحسّن من الفريق، إمم. باشوفها ساعات في الدوريات برّه الجمهور واقف ورابطة المشجعين بيكلموا الفريق والفريق بيسمعهم، قائد الفريق بيسمعهم.
إمم. دي طبعًا مش موجودة عندنا. لأ، إحنا لأ. عندنا الفريق بيكسب بيطلّعوهم السما، بيخسر بينزلوا بيهم الأرض وبيشتموهم. إمم. تشتم لعيب واحد. وهي خلّي بالك بقت العلاقة متبادلة، هو دلوقتي حتى اللعيب بيجيب جون، يروح للجمهور يقول له: "اسكت ساكت ما آه، اسمعش صوتك، أنا مش سامعكم." آه، والحاجات دي إمم، كلّها. ما إمم، حدّش مستحمل من التاني كلمة، إمم، لا اللعيب عنده استعداد يقبل نقد جمهوره، ولا الجمهور عنده استعداد إمم. يقبل إخفاق اللعيبة يعني. وأنت كجمهور أنت معصّب نَفْسك وتاعب نَفْسك، وممكن ييجي لك زي ما قُلنا السمنة المفرطة، وممكن ييجي لك تعب اللي بييجي له ضغط واللي بييجي له مشاكل في القلب، كل ده بسبب فريق ولاعب أولًا ساعات بيبقى أبعد ما يكون الاحترام واخد ملايين. أنا ربنا يبارك له في اللي خده، بس إمم. يعني أنت شاغل نَفْسك وصعبان عليك أوي وأنت بتاخد ملاليم وهو بياخد ملاليم، لأ إمم. ركّز وشوف مستقبلك أنت. يعني آه، ركّز في نَفْسك أولى، آه، وخاصةً برضه من الحاجات اللي الواحد بيشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي لمّا لاعب من اللي ربنا يبارك لهم اللي بياخدوا الملايين دول يحُط جون في نَفْسه مثلًا والّا حاجة والّا حارس مش عارف مين الأول الكورة تدخل من بين رجليه والّا بتاع، فتلاقي يتعمل له حملة دعم على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين إنه كل واحد أولى إنه يدعم نَفْسه، وبعدين يعني هل أنت لو غلطت في شغلك بترجع البيت تلاقي أسرتك حتى عاملة لك حملة دعم؟ آه، يعني ما بيحصلش. فأعتقد يعني كل واحد فينا يعني أولى إنه يدعم نَفْسه ويقف جنب نَفْسه، لإنه لو غلط في شغله ما حدش هيرحمه. فهو غلط في شغله برضه، فيعني مش محتاج حملة الدعم ولا مستنيها أساسًا، ولا مستني منّك حملة الدعم دي. يعني محتاجين نعدّل أولوياتنا شوية في المحبة إمم، والانتماء والحاجات دي والمسميات دي محتاجة برضه إمم، نُعيد وضع كل مسمى في مكانه، يعني الانتماء يبقى فين والمحبة تبقى فين إمم. والدعم يبقى فين، لإن هو محطوط هنا في حتت مش بتاعته خالص يعني. طب أنت لمّا قُلت المسميات دي، ده في مسمى كبير أوي اسمه الإعلام الرياضي، آه. هو أبعد ما يكون للإعلام والرياضة. يعني الرياضة دي المفروض يبقى في روح رياضية، في نُقط فنية، هُم بيتكلموا مثلًا 5 دقايق فني وبعد كده الباقي هو يمكن عشان ما فيش حاجة فنية في المباراة، بيتكلموا بقى عن أخطاء تحكيم عشان يبرزوا حاجات، ونفس الخطأ حسب انتمائك. أنت إمم. نفس الخطأ هتقوله هنا إن هو فعلًا كان يستحق الخطأ إمم. ويستحق إمم. الطرد أو الإنذار، إمم. تلاقيه غيّر رأيه لو للفريق المنافس اللي هو بينتمي له بطريقة غير إمم. مباشرة. الإعلام طبعًا زي ما أنت قُلت هو ما فيش أصلًا إحنا ما عندناش الفنيات بتاعة الكورة اللي هي ت ت يعني هنعرف نتناقش فيها، فبالتالي إيه الحاجة المادة الجميلة اللي عارفين إنه في ليها زباين، يعني تجذب الانتباه. هتجذب الانتباه يعني، هي الحاجات بقى اللي إيه، اللي جوّه أوضة اللبس، واللي في ممر الخروج، ومين شاور لمين، ومين عمل لمين، والحكم ده غلط قاصد والّا مش قاصد، الحاجات دي كلّها، هي دي البهارات بقى، الفلفل والشطة اللي هيجيب اللي هم بيدّوا له عمره ولو برضه قليل، أو مش مجدي هيحبّوا حلمي. حد تاني غيره إمم، خالص في الدنيا مهما كان. إمم، فبالتالي الإعلام هنا زي ما أنت قُلت لا هو إعلام ولا هو رياضي، لإن إحنا اتفقنا إن الرياضة المفروض إنها فيها ده إحنا حتى دايمًا نقول لمّا بنلاقي حد كويس بنقول عنده روح رياضية، إمم، يعني الرياضة دي المفروض إنها حاجة راقية جدًا يعني. إمم. ومن هنا لازم نقول إن كل واحد فينا دلوقتي إحنا مش لازم نعتمد خالص على الإعلام من النوع ده، إحنا كل واحد فينا دلوقتي في إيده كاميرا ويقدر يطلع يتكلم يقول حاجة، فممكن إحنا نقوم بدور الإعلام اللي هو يعني رافض يقوم بدوره دلوقتي، ونقوم بالدور ده من منطلق إيجابي، مش إن إحنا ما نصدق إن نصوّر حد بيشتم حد هوب حُطّها على كل مواقع التواصل إمم. الاجتماعي عشان برضه إحنا كمان نعمل نفس اللي بيعمله الإعلام، إن إحنا نزوّد المشاهدات، وبالتالي يعني نتغذى برضه على السلبيات. هو فعلًا حتّة إحنا لازم دايمًا في كل كلامنا وده قُلناه قبل كده، إن الإعلام مش هو ال الشاشات التلفزيون اللي بنشوفها أو البرامج اللي بتتعرض على الشاشة، لأ إحنا كلّنا بقينا إعلام. إمم. أنت بتعليقك على صورة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أي تعليق بتقوله، أي حاجة منشور بتنشره، إمم. ده بيأثّر، ده يعتبر إعلان. ما أنت بالضبط. كذا واحد بيشوف، زائد المجموعات بتاعة الواتساب دي
دي قصة حدث ولا حرج، بيبقى فيها من المنافسين وتلاقي واحد بعت والتاني رد عليه. تحفيل. هو تحفيل التحفيل ده بيخش في بيبقوا منتظرين المنافس يُقع عشان تبتدي بقى رسايل رايحة جاية، رايحة جاية، فيها طبعًا ناس بتتأثّر، في ناس بتفهم الرسالة. وأنا يعني دايمًا الكتابة على الواتساب ممكن لو حرف مكتوب بسرعة غلط، التاني هيفهمه غلط، تبتدي تلاقي في خناقة طلعت من لا شيء. طيب إحنا بقى دلوقتي يعني شوية اللي فاتوا دول قاعدين نتكلّم على إنه موضوع التعصُّب ده بقى خَد حجم أكبر مما يستحق يعني، بقت حياتنا قايمة على مباريات الكورة ومتابعتها، وبقت هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرّحنا وكل الكلام ده. أكيد بقى كل ده إحنا محتاجين نغيّره، لإنه مش عاجبنا، فنغيّره إزاي؟ يعني بقى إحنا وصلنا متهيأ لي لنقطة صعبة يعني، فإزاي بقى نحاول نرجع تاني إن إحنا نبقى بنمارس الرياضة بجد، وبنتفرّج بجد، وبنرفّه عن نفسنا بجد، مش بنحارب وبنتخانق وبنشتم بعض. يعني ممكن هو طبعًا في كل حاجة عاوز تغيّرها لازم تبدأ بنَفْسك، تبدأ بنَفْسك وتبدأ ببيتك، لازم التعصُّب فُرجتك يعني حاول حتى ما تبقاش عامل الجو اللي هو بيشدّك، إمم، حتى تعليق التلفزيون وطّي التلفزيون سِنّة، إمم، يعني خلّي الجو. هو واحد يقول لك لأ الماتش لازم الصوت عالي ومش عارف إيه، أنت بنجهّز نَفْسك وعامل لنَفْسك ومدّي لنَفْسك الصلاحية كمان إنّك تشتم. إمم، في ناس كتير أوي يقول لك لأ باتفرّج لوحدي عشان أشتم، طَب ليه؟ لأ ده أنا أتفرّج مع مراتي عشان ما اشتمش. إمم، جنب بناتي ومش عارف إيه عشان أبقى أقاوم نفسي يعني. محجّم نفسي، إمم، باتفرّج مع والدي لازم في احترام، لكن إمم. فعلًا إحنا بتحس إن الحدود وقت الكورة لأ، كلّه مباح. كله وبعدين لإن لو أنت ابنك أو بنتك قاعد جنبك، فأنت كمان بتدّي له برضه يعني بتفتح له الباب لإن هو يعمل كده هو كمان، لأ يعني إحنا شُفناها مع بعض زمان، كنا في الاستاد وبنتفرّج عشان بس الناس ما تفتكرش إن إحنا كنا بنروح ماتشات وكنا داخلين في التعصُّب تقريبًا إمم، من غير ما نحس، وشُفت ولد صغير قاعد جنب والده والولد بيشتم. إمم، والأب حتى ما اتخضّش، إحنا بصّينا لبعض، إمم، وبعد كده بصّينا لقينا طفل صغير، طفل طفل صغير بيشتم، فأنت خلاص أنت ده بالعكس بتعِدّه. ده الأب ساعتها بيبقى مفتخر بيه أيوه، يعني، برافو عليك إمم، يا حبيبي اشتم كمان لأ حتى يعني أنا اللي خضّني وقتها إن كان ده أنا باتكلّم ده في التسعينات، إمم، اللي خضّني وقتها إن شُفت الأب كإن ما فيش حاجة حصلت، إمم، إمم، إن ده الطبيعي. ده الطبيعي ولد صغير لا يتعدّى ال10 سنين، وبعد كده خلاص هو ده دلوقتي ده ما شاء الله ده فوق ال30 دلوقتي، اللي إحنا إمم، شُفناه ده أهو، إمم، فده فوق ال30 ده دلوقتي بقى عامل إزاي؟ جميل، يعني أنت قُلت إنه التحضير لمشاهدة أي مباراة ما ياخدش يعني حجم أكبر من حجمه. وأعتقد برضه إن هو ينتهي أول ما المباراة تخلص، يعني ما مش لازم بقى موضوع الإستوديو التحليلي اللي بيقعد 4، 5 ساعات بعد الماتش ده، فأنا أفضل قاعد باتابعه وأقفله وأطلع بيّا على أنتقل بكل الأحداث دي لمواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الواتساب وكل الحاجات دي كلها، يعني الموضوع يبقى مقتصر على الساعة ونُص دول كفاية أوي يعني. على ما أعتقد لو عملنا كده أنت من جواك أنت ما فيش حد وجّه أفكارك، يعني إمم، أنت لمّا بتقعد تتفرّج على التحليل أنت بيدّيك يوضّح لك حاجات ما كانتش في دماغك، أنت واضح إن أنت بتوصل في الآخر إن أنت بتنقل كلام سمعته. إمم، لأ خلّيك مش بالضبط أنت بقى راجل متابع كورة وبتفهم في الكورة، قُل بقى اتكلم مع واحد صاحبك وقُل له أنا شُفت أنا شايف دي إمم. كانت خطأ، دي مش خطأ، دي كانت لعبة حلوة، هو بقى يقول لك من وجهة نظره. لو طلعنا كده هنرجع للإيه، للكلام بتاع زمان. للنقاش الوِدّ. الودي الظريف اللي بعد كل ماتش ده وخلاص إمم. ونخلص، لأن هو يعني هي فعلًا دور الإعلام فيما بعد الموضوع ده هو بيبقى غرضه إن هو يثير الجدل ويخلّي الموضوع مفتوح ومشتعل وهو في الأول وفي الآخر أنت كمشاهد ما بتستفدش أي حاجة، واللي قاعد بيشتغلك ده يعني لازم تتقال كده، اللي قاعد بيشتغلك ده هو اللي مستفيد كل شيء، إمم. يعني مستفيد من جميع النواحي، مستفيد الشهرة ومستفيد المتابعة والمشاهدات وكل حاجة، وأنت مش مستفيد غير إن أنت قاعد بتتخانق مع اللي جنبك. أيوه، وفي الوقت اللي أنت بتتفرّج عليه هو ده فعلًا زي ما أنت قُلت مستفيد، هو ده شُغله، هو إمم، بيشتغل.
أنت دلوقتي ما بتشتغلش، أنت بتضيّع وقت. أيوه، يعني هو حتى في الآخر آه. هو بيفيد نَفْسه، إمم. يعني حتى لو هو بيستفيد بطريقة يعني خاطئة. آه. مش مضبوطة، إمم. بس على الأقل هو بيشتغل فعلًا، هو إمم. دلوقتي دي شُغلته اللي هو بيجيب منها فلوس، أنت ما بتشتغلش، أنت إمم. قاعد بس بت بتتابع يعني. بتضيّع وقت. حتى أنت المباراة بتخلص مثلًا ساعات بتخلص بضربات الجزاء، مش بتخلص الساعة 01:00، إمم، 01:00 وأنت قاعد بتتفرّج على تحليل لغاية الساعة 03:00 وعندك شغل بكرة. إمم، إمم. بتروح تاني يوم مش عارف، ويا ريت تاني يوم بتروح مش تعبان ومُرهق، بس لأ بتروح تتكلّم برضه على الماتش يعني. بتكمّل كلام. الروح الرياضية بقى، اللي إحنا يعني قُلنا إن الرياضة أصلًا بيتقال لمّا بنشوف حد سلوكه كويس بنقول ده عنده روح رياضية، الروح الرياضية دي اختفت خالص، نرجّعها تاني إزاي؟ ما هو الأول في ناس نسيت معاني اللي جوّه الروح الرياضية دي. الروح الرياضية مش إن أنا أسلِّم عليه بعد المباراة بس، لأ الروح الرياضية دي إن أنا أخاف على المنافس، أحترمه، أبقى أبعد عن الإيذاء خالص. لأ بتلاقي في تدخلات عنيفة جدًا. كان زمان أول حاجة اتعلمناها إن في حاجة اسمها كتف قانوني. إمم، فكتف قانوني ده بقى يشمل بقى وأنت صغير مش فاهم معناه إن أنت بتأذي اللي قدامك، إمم. بتدّي له كتف وإحنا بنلعب في ملاعب مش مجهزة. كنا ساعتها بنلعب إمم. على أسفلت أيوه. وحاجات كده يعني المفروض إحنا أول حاجة نحافظ على بعض. ابتدى دلوقتي باشوفها في اللي بيلعبوا مباريات دلوقتي، اللي هو الهواة أمّا بيلعبوا ابتدى السِن بتاعهم يكبر، يبتدوا إيه، يلغوا شوية حاجات، يلغوا التدخلات العنيفة، يقول لك لأ بنحافظ على بعض. هو إمم، ده المفروض الكورة تبقى كده. إمم. حتى برّه في أوروبا تلاقي تدخلات قَلّت ليه، إن دول عارفين إن كل واحد ليه وظيفته، أنت كده هتأذيني هتأذيه في هتأذيه. شغلي. إمم، إمم. ف فلازم هي دي الروح الرياضية تبقى كده. دايمًا بتلاقي الروح الرياضية مثلًا في الألعاب اللي فيها دايمًا إيه، شبكة، في حائل ما بين الفرقتين. لأ إمم. ففي طبعًا الكورة ما فيش الموضوع دوّة. عشان في في التحامات وكده. في مقاطع موجودة كتير أوي عن التدخلات العنيفة، تلاقي تدخلات عنيفة جامدة جدًا. والله الواحد ما يقدرش يشوفها. آه. آه. وفي دايمًا بقى بتبقى طبعًا ليها تحابيش وشكلها أحلى، اللي يقول لك ده انتقام، يجيب لك بقى الفيديو الأولاني إن ده ضربه، وبعد كده الفيديو وهو بينتقم. و بتبقى و و و ممتعة و بقى جدًا. ويبقى حاجة فيها نصر بقى آه. يعني أنت ممكن لمّا تشوف حاجة زي كده ممكن في اللاوعي بتاعك تيجي تعملها. في جزء تاني من الروح الرياضية هو إن أنت تبقى صادق، يعني أها. وبنشوف إزاي اللعيبة بتحاول تتحايل على الحكم ياخد ضربة جزاء مش من حقه، وياخد فاول مش من حقه، التمثيل يعني في إمم. تمثيل. ليه السلوك ده، سلوك الكذب والتحايل اللي هو المفروض إن هو سلوك مش حقيقي بيبقى في الكورة بيبقى جميل وحلو، أصل ده ضحك على الحكم وخد منه ضربة جزاء. إمم. دي برضه عايزين يعني نفوق إن هي في الأول وفي الآخر سلوك آآ مش المفروض إنه يبقى في أي بني آدم، إمم. حتى لو في كورة يعني. الرسول قال لك: "من غشّنا فليس منا." يعني أنت بتغش، يعني ده غِش. يعني إمم، في برضه يعني برضه عشان وإحنا بنتكلم عن الرياضة، في مثلًا مثال يعني عالمي مصري، اللي هو علي فرج في الsquash. إمم، ده مثال لدرجة أنا شُفت له في مباريات، قال للحكم على غلطة وضيّعت له المباراة. يعني اعترف على إن هي كورة ما كانش حد شافها ولا حتى بعت الفيديو، بس هو قال لك عليّا. وهو حتى بيقول جه في مرّة قال لك: "أنا باتأسف إن أنا ابتديت أخرج برّه الروح الرياضية، أمّا المنافسة بقت أقوى، إمم. حَس إن هو يخرج بس بيرجع تاني." بيرجع تاني آه. بيفوّق نَفْسه يعني. إمم. إحنا بقى كُلّنا محتاجين نبقى كده ونفوّق آه. نَفْسنا ونرجع للروح الرياضية الحقيقية يعني. المفروض يعني إنه إحنا اتكلّمنا في النقطة دي من شوية إنه الإعلام المفروض يبقى له دور، وإن يبقى في حملات توعية بمسألة الروح الرياضية. في الوقت الحالي الإعلام اللي بجد اللي هو بتاع الشاشات المرئية اللي على التلفزيون أو على السوشيال ميديا ما أعتقدش إن هو هيقوم بالدور ده، فإحنا هنا بنأكد تاني إنه إحنا لأ، ليه مش هيقوموا الأول يعني عشان أوضّح هُم ليه مش هيقوموا بالدور ده، لإن ده أكل عيشهم، إمم. إن هو يزرع ال 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 تشاؤم. التشاحن والجدل والبتاع إمم. عشان ده بالنسبة له مفيد، فهُم غالبًا دلوقتي مش هيوقّفوا ده خالص، فهنا بنرجع بس نأكد على دور كل واحد مننا، إنه بلاش حتى إعلاميًا ولا بكاميرا ولا بpost ولا بفيديو ولا بمنشور ولا بأي حاجة، ب ب نكلّم بعض يا جماعة الموضوع بيروح في حتّة تانية خالص، والكورة بتاخد وضع أهَم من قيمتها الحقيقية، ويا جماعة إحنا يعني لازم نصحى، وأنا شخصيًا واحد جاي من هناك، إحنا لسه كنا بنتكلّم من شوية إن إحنا
ومش معنى إن إحنا بنتناقش في الموضوع ده إن إحنا زي الناس اللي ما لهاش في الكورة بتنتقد لأ، إحنا بنحب الكورة، بنحب الكورة وبنحب نتفرّج عليها، بس يعني أدركنا إنها بتاخد من وقتنا ومن الأولويات بتاعتنا ما هو أهم يعني، فلازم نوقّف ده شوية. لو واحد شايف إن التعصُّب ده حاجة بسيطة دلوقتي ولأ أنا باخدها بسبيل المزاح وكده، فعادي أنا مش ما وصلتش تعصُّب، ده انتماء ومزاح وما بابقاش متضايق أنا من جوّايا. ده هو لو وقف عند حد الهزار وإن إحنا بس بنناغش بعض كده شوية وخلاص وحبايب، إمم. فأهلًا وسهلًا، لكن هو لأ، هو اتطوّر. يعني هي كلمة تحفيل دي في حد ذاتها بقت كلمة أصلًا فكرة الكيد والغيظ والشماتة والحاجات دي أصلًا كلّها سلوكيات ما لهاش علاقة بالرياضة إمم. خالص، ومع الوقت هتكبر وهتخرج برّه الرياضة، يعني هتخرج برّه ماتش الكورة، هتحصل في حاجات تانية، وهتحصل في حاجات تانية، وعندنا شباب بيكبر وبيتغذى على الموضوع ده هنلاقيه رايح بينقل العنف إذا كان لفظي أو حقيقي ده، هينقله من ملاعب الكورة لحتت تانية هتبقى كبيرة وخطيرة يعني. يعني اللي شايف التحفيل دلوقتي ده مش تعصُّب، ده بذرة لو هو فعلًا لو إن في تعصُّب فعلًا، أنا شايف إن في تعصُّب، بس ده هيبقى بذرة لتعصُّب أكبر، شجرة هتنمو، بعد كده هتبقى مشكلة مش هنعرف في نحلها. حاجات أكبر، إمم. بالضبط كده. فنرجع ونقول يا جماعة يعني إحنا عايزين نرجّع الرياضة لأصلها، الرياضة ترفيه ومتعة والمفروض كمان إن إحنا نمارسها بنفسنا، نكسب صحتنا ونكسب يعني مزاجنا الشخصي يعني.